اتفضلي يا ميس. ميس طيب احنا اتفضلي. هنا تمام تمام سامعيني. سامعين حضرتك. اما يقول لي دلل على اهتمام الدولة بالخدمات التجارية، الدولة بتهتم ازاي ان هي تقدم لي خدمات تجارية؟ هقول له ان هي بتحافظ ان او على بتقدم لي مراقبة الاسعار بالاسواق لمنع الغلاء. على طول بيكون في مراقبة في السوق علشان محدش يرفع الاسعار بمزاجه. مثلا انا عندي القلم ب5 جنيه مثلا، اما حدش يرفعه يخليه ب10 ب15 جنيه. لازم يكون في مراقبة، واللي يعمل كده لازم يتحاسب. يبقى رقم واحد مراقبة الأسعار بالأسواق لمنع الغلاء. يبقى في مراقبة ليه؟ بما تفسر. تراقب الدولة الأسعار بالأسواق بما تفسر. أقول لمنع الغلاء. ماشي. رقم اتنين التأكد من صلاحية المنتجات وسلامتها. لازم أعرف إن المنتجات دي صالحة إن الإنسان يستخدمها ولا لأ. فالدولة هي اللي بتوفر ده، ان هي بتتأكد لي من صلاحية المنتجات وسلامتها. لو عندي منتج لو عندي منتج مش صالح للاستخدام، الدولة بتمنعه من السوق، ما بتنزلهوش اصلا السوق. ماشي، نقفل الكاميرا يا يوسف. بص اقفل الكاميرا. بص ايوه. بص. ايوه. يبقى تاني حاجة التأكد من صلاحية المنتجات وسلامتها. تالت حاجة إنشاء أسواق متخصصة. أسواق متخصصة يعني إيه؟ يعني سوق معينة فيها حاجات معينة، بتبيع حاجات معينة. زي إيه؟ سوق الجلود. سوق الجلود ده سوق متخصص لبيع بس الحاجات اللي هي مصنوعة من الجلود. زي إيه؟ الشنط، الأحزمة، الجزم، الحاجات دي كلها اللي مصنوعة من الجلد. يبقى الدولة بتنشئ أسواق متخصصة ليه؟ بما تفسر. سؤال بيجي بما تفسر إنشاء أسواق متخصصة لبيع منتجات معينة مثل سوق الجلود. طيب في سؤال تاني هنا. احنا قلنا سؤال بما تفسر اهو. سؤال برضو دلل إنشاء الدولة أسواق متخصصة لبيع منتجات معينة. دلل. فنقول له مثل سوق ايه؟ الجلود. يعني ايه الدليل ان الدولة عاملة أسواق متخصصة؟ فتقول له الدليل ايه؟ سوق الجلود. احنا كده خلصنا درسنا النهاردة. في حاجة صعبة في الدرس؟ هو الدرس سهل بس. بصي يا ميس، هتفتحوا المايك ولا اشوف الشات؟ لا، احنا هنفتح المايكات. اه سهل جدا على فكرة. الأسهل. ماشي. هعمل يا الدرس ميس قائمة. الدرس فيه حاجة صعبة؟ ايوه يا ميس فاهمة. طيب الحمد لله. لا يا ميس. مش البتاعة تخلص. طيب لو قعدتوا تتكلموا كتير لا. هقفل المايكات تاني. أول حد في الشات مين؟ في انا هعمل قائمة بس على الواتساب، ثواني. على الواتساب عشان انا عندي الواتساب اسهل. انا هبقى اكتبوا اسمائكم على الواتساب. طيب اكتبوا على الواتس أسماءكم وهي هتندهل انا اول واحدة. بتقولي اكتبوا اسماء. امم انا هكتب اسم اهو دراسات من دراسات بتكتبوا الأسماء. اهو. اه ثاني بس. في جينة، خلص. أنس، ليلى، محمود، فريدة، سارة. فانتوا بصوا انتوا برضو انا يعني انا ايه. اناديهم. هي انا اول على واحدة يا الواتس ميس انجلش اجاوب، وانا يعني. عندي الاسماء بتظهر. لو سمحتوا بس اسمعوا. ميس انا سجلت على جروب الواتس بعد لوجين.
ماشي اسمعوني بقى، هي هتيجي مين؟ اسماء بس بعد ما نركز جاي برضو بالظبط. ونشوف دورنا على الواتس امتى عشان ازاي؟ يبقى جاهز. فاهمين؟ ماشي. ماشي، انا هعمل القائمة طب يلا نده بس الاسماء اجاوب يلا. انا وبعديها هعمل القائمة حاضر. كل واحد طب يلا. طب طيب انا يلا اول واحدة. قولي. طيب اقرأ بس. بصوا الاختبار ده اللي احنا هنحله تراكمي، اكتب يعني جايب كلمة اسئله. صواب. يعني جايب اسئله من لا الثلاث دروس اللي في الوحده التانية. اول 3 دروس ده اختبار على اول 3 دروس، مش على الدرس بس اللي احنا ايه لسه واخدينه. فاهمين؟ ماشي. قولي يلا يا رجعي. أسامينا عشان نعمل حفظ. ممكن المايك شغال. ممكن عشان الصوت عندي بيتردد. معلش اللي فتح المايك يقفله. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة مم. وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. امم بناء يقلل التلوث غلط طبعا.